السعادة تغمرهما وهما يمشيان ويتحدثان بمواضيع عامة، ولكن قلبيهما كانا يتحدثان بأمور مغايرة تماما. وفي الجانب الآخر كانت هناك عينان تراقبان، عينان ملؤهما الغيرة والحسد، اللذان تحولا في هذه اللحظة إلى كره أعمى. هيفين مجروحة، ولن تدع هيلين تسرق منها حبيبها. أنا السبب، كان علي أن أظهر حبي واهتمامي به بشكل أكبر طوال الفترة الماضية، ولكن كبريائي لم يكن يسمح لي بذلك. كبريائي؟ لعن الله كبريائي ما دام الأمل الأول الذي لامس قلبي ضاع مني. الكبرياء يضيع الحب، وها أنا ذي أضعت حبي، فكيف لي أن أنام وأن أداوم بنفس الكلية وأرى من أحببته يغازل أخرى؟ ما هذه العقلية التي لي؟ ولم تبقى سوى 2 وندخل القرن 21. كان يجب أن أصارحه بحبي قبل أن تصطاده هذه التي تكبره سنا. كم أكرهها بعد أن كنت أحترمها، ولكن هل أتركهما هكذا يفرحان وأنا حزينة؟ هل أتركهما يستمتعان بحبهما وأنا أكتوي بنار حبي اليتيم؟ كلا، سأحرق قلبها كما حرقت قلبي، وسأجعلها تندم لأنها تعرفت عليه وفجرت براكين الغيرة لدي، تلك البراكين التي تحرق روحي. فلست أنا التي تنسحب أمام امرأة تأخذ مني أول شعاع يشرق على قلبي. هيفين تقول كل ذلك في نفسها وهي جامدة كالصنم في مكانها، فغضبها منعها من السير وراءهما. وصل الكلية ولم يحسا بالوقت والمسافة، فكلاهما كان يرغب بأن تكون المسافة بين المدينة والكلية أطول. فما أجمل الأحاسيس الأولى للحب، كالنسيم تلامس الورود فتبعث وتنشر عبقها في الآفاق. قال لها: سأنتظرك حتى ينتهي دوامك. كانت تريد في أعماقها ذلك، إلا أن لديه امتحانا. هيلين، لديك مادة غدا وعليك أن تدرس جيدا، فأنا أريدك ناجحا لأنك لا تستحق إلا النجاح. كلامها كان كالثلج على قلبه المشتعل نارا. جوان، كما تريدين، ولكن غدا سنلتقي، أليس كذلك؟ هيلين: بالطبع، والآن اذهب، فلا أريد أن يرانا الطلبة مع بعضنا بشكل متكرر. جوان: تمام، نلتقي غدا بعد الامتحان، إلى اللقاء. ذهبت هيلين وبدأ جوان يحلل كلامها: ادرس، أريدك ناجحا. إذن هي تخاف علي وعلى دراستي. وقالت: بالطبع سنلتقي، فهي تريد لقائي بشكل دائم، ولا تريد أن يرانا الطلاب نلتقي دوما، فهي في داخلها تشك بأن الذي بيننا ليس مجرد علاقة صداقة. في غرفته البائسة عكف على كتابه: يجب أن ينجح، فهيلين تريده ناجحا. الحب وقود القلب والعقل. في اليوم التالي ظل جوان في قاعة الامتحان حتى نهاية الوقت، فالأسئلة صعبة رغم تحضيره الجيد. إنه يخاف أن تمل هيلين كل هذه المدة فتذهب، لكن خوفه لم يكن في محله أبدا، فهيلين أصبحت تشتاق إليه وتريد رؤيته. خرج ليراها تنتظره أمام باب القاعة. فاليوم جاء اسمه في كلية الآداب في المزة، فطلاب الحقوق كثر، كل مادة يقدمونها في كلية مختلفة، فمرة في الآداب وأخرى في الاقتصاد وأحيانا في كلية الفنون، بالإضافة إلى كليتهم. فرحته لم يكن لها حدود، ولم يكن يتوقع أن تنتظره. لما تنتظر حتى يسلم عليها؟ بل سألته بلهفة: كيف
قدمت. جوان: ممتاز، لنذهب إلى المدينة الجامعية ونشرب شيئا. جلسا يشربان القهوة في مقصف المدينة، وكلاهما يريد أن يقول للآخر كلاما جميلا فيكبح ما بداخله خوفا من ردة فعل غير مشجعة من الآخر. جوان: الجو جميل اليوم. هيلين: نعم. جوان: هل تعلمين أنني أحس بسعادة مطلقة عندما تكونين معي؟ ابتسمت هيلين والخجل باد على تفاحتي وجهها، وأرادت أن تقول أنا أيضا، ولكن حياءها منعها من ذلك. كم تكون الفتاة جميلة عندما تكون خجولة. هيلين: هذا لطف منك. وماذا ستفعل بعد أن أنهيت الامتحانات؟ بحزن أجاب جوان: سأعود إلى القرية. هيلين: بهذه السرعة؟ أراد أن يقول لو كان بيدي ما فارقتك أبدا. جوان: لدي بعض الظروف، وأنت متى ستذهبين إلى ديريك؟ هيلين: الأسبوع القادم. جوان: هل أستطيع أن أهاتفك؟ هيلين: صعب، فأمي دائما في البيت وتعلم بأنني لا أتكلم في الهاتف مع الشباب. جوان: ولو لمرة واحدة. هيلين: اتصل بي في 10 من الشهر القادم في 10:10 صباحا كي أكون بجانب الهاتف، وهذا رقمنا. تعطيه رقمها. ولكن متى ستعود؟ جوان: قبل امتحانات الفصل الثاني بشهر. هيلين باستغراب: لماذا؟ ألا يعجبك دوام الجامعة؟ هي لا تعلم بأنه يريد أن يبقى حتى في العطلة الصيفية إن كانت موجودة، ولا تعلم بأنه مجبر على الرحيل. جوان: كلا، ولكن لدي ظروف. لم ترد هيلين أن تسأله عن ظروفه، لأنه يقول بأن لديه ظروف ولا يقول ما هذه الظروف التي تمنعه من رؤيتها وتمنعها من رؤيته، وتشعر بأنها ليست مهمة لديه. هيلين: مفهوم. جوان: سأشتاق لك. أحست هيلين بأن هذا الكلام قد استقر في قلبها، وأرادت أن يكرره لمرات ومرات، ولكنها أحست بخجل أكبر، وتلاشى لديها الشعور بأنها ليست مهمة لديه، وأنزلت رأسها خجلا، وفي قلبها بلابل ترقص وتغني، ولم تنطق بكلمة لأكثر من دقيقة، لترفع رأسها ثانية على استحياء وتقول له: لقد تأخرت، فصديقاتي بانتظاري. لم يكن يريدها أن تذهب، لكنه أحس بأنها تتهرب خجلا، فلم يرد أن يضغط عليها. قامت هيلين مودعة، فمد جوان يده إليها، وفي قلبه رغبة جارفة لملامسة يدها. وعندما التقت يداهما المرتجفتان ظلا متصافحين. برهة. دفء يدها لامس روحه. عيناهما أيضا تصافحتا. لعيون العشاق لغة لا يفهمها إلا العشاق. غادرت هيلين، وعيون جوان تلاحقها حتى اختفت. كانت تعلم ذلك وتشعر بسعادة لا حدود لها، فقد أصبح يشكل مساحة واسعة من حياتها، ولا يخطر ببالها أبدا فارق السن والدين. فمن يحب يبقى مشغولا بقلبه المليء بالأمل والأحلام الجميلة بالوصال. من جهته غادر جوان، والحزن والفرح يتصارعان في قلبه، فقد أدرك أنها تبادله الأحاسيس، ولكنه سيبتعد عنها لفترة طويلة، سيعاني خلالها الشوق. وما يخفف حزنه هو 10:10 من 10 في الشهر القادم. لاحظ أحمد وشيار الهم باديا عليه وهو يرتب أغراضه. شيار يعلم سبب همه، أما أحمد فلا. أحمد: ما بك حزينا؟ جوان: الفقر يضعنا في زنازين جدرانها من الحجر والنار، فلا الحجر نستطيع كسره ولا النار نستطيع إطفاءها. يبدو أنه مكتوب علينا أن نعيش الحزن وفراق الأحبة. أحمد: قل لي بأنك تحب يا أخي، وهذا أمر جميل، فعلى الأقل ستنسى حبك الأول الذي لا زلت تعاني منه،
ومن هذه الجنية التي استطاعت أن تسلب قلبك؟ جوان: إنها أجراس الكنائس ومن رائحة العذراء. أحمد: أعلم بأنك دوما تركض وراء المستحيل ولذلك تعاني. جوان: يبدو أن المستحيل قدري. ودع جوان كلا من أحمد وشيار تاركا روحه في مدينة الياسمين. أمام التنور في حوش بيتهم تقف أمه حاملة الكارة، فخبز الكارة يكون أكبر، وتقف بجانبها أخته الصغيرة، والدجاجات تدور حولهما طمعا بقطعة خبز. تقول أمه دوما: إن دجاجاتنا لديها أعداء، لذلك لا تخرج من الحوش، بعكس كل دجاجات القرية التي تراها تلتقط حبات القمح والشعير من الحقول المجاورة، ومهما حاولوا إخراجها من البيت فإنها ترجع وراءهم بمجرد عودتهم. ربما لها أعداء فعلا. استقبلته أمه وأخته بشوق. للأم محبة خاصة. قبل يدها وقبل أخته، تناول قطعة خبز طازجة. كم يشعر بسعادة عندما يأكل الخبز الذي تحضره أمه، فيه رائحة الأمومة والقرية. تقول له أمه: يابو، ادخل البيت، سأحضر لك الفطور الآن. أخته الصغيرة تسأله ماذا جلب لها. يضع يده على كتفها وهما يدخلان البيت ويقول: جلبت لك حلوا تحبينها يا أختي. أمه كما معظم نساء الكرد اللواتي يقولن كلمة يابو، إلا أن لهذه الكلمة مدلولات عميقة لدى أمه. فقد تزوجت والده وهي صغيرة، ويبرر أخوها ذلك بقوله إنه زوجها كي لا تبقى تحت رحمة زوجة الأب، لأن أباها تزوج ب4 نساء، فكانت والدتها ضحية هذا التعدد. وعندما طلقها زوجها بقيت أم جوان بدون أم وهي صغيرة، وحتى الآن لم ترى والدتها سوى مرة أو مرتين. تقول أمه بأنها جميلة جدا، بيضاء البشرة، ذات شعر أشقر، لكنها بالكاد تتعرف على ابنتها الوحيدة، لأنها أضاعت عقلها، ربما حزنا على ابنها وابنتها، وقد زوجها أهلها شخصا آخر فرزقت بأبناء منه. هكذا تكون هذه الأم قد حرمت من أمها وغادرت بيت أبيها وهي في 15 من عمرها. تراها تقول لأي شخص يابو، ولأي فتاة أيضا تقول يادي. ربما تحاول أن تعوض بهاتين الكلمتين ما حرمت منه سابقا. وصل جوان باب المنزل. كان والده يجلس متكئا على مخدة يدخن لفافة تبغه منذ الصباح الباكر وقبل أن يتناول فطوره، فقد تعلم هذه العادة في السجن. كم عانى والده من السجن ومستحقاته. إنه يعاني اليوم ارتفاع ضغط الدم وأمورا أخرى كثيرة. سلم جوان على والده، قبل يده وجلس إلى جانبه. أخرج علبة الحلوى من حقيبته وناولها لأخته، فأخذتها وذهبت لأمها فرحة. سأل جوان والده عن صحته فطمأنه، فسأله الأب عن امتحاناته وكيف قدمها فطمأنه أيضا.